يا خاتما للمرسلين، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آوية. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعية. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضية. قالت السيدة آمنة لما حملت به كان من داخل الأحشاء يناديني. وفي ليلة الوضع نزلت ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني. قالوا لي يا بنت وهب حملك قمر محمد أزكى النبيين. والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل أحمد في الأخلاق والدين. وهو الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وصفه رب العالمين وقال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فأجمل منك لم تر قط عين وأفضل منك لم تلد النساء. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار التي ظهرت كراماتهم كشمس ليس من دونها شعاع. كلما ذكر الله ذاكرا أو دعا الله داع. فأنت خاتم النبيين والمرسلين وإمامهم عند الاجتماع. وأنت خطيبهم إذا وفدوا إليك عند إجابتهم بالامتناع. ولك المعجزات العظمى. فكم شفي بريكك الشريف كثيرا من الجرحى وبقليل من الطعام أطعمت كثيرا من الجياع. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعزي أخاه المسلم في مصيبته إلا كساه الله بحلل الكرامة يوم القيامة. وحضرتكم جميعا رجال أفاضل أماجد لكم جزيل الشكر والعرفان باسم آل علوان وآل نجم الكرام. ولكن اسمح لي أن أتقدم ببركية عزاء باسم علم الواجب على مستوى الجمهورية، حبيب كل حبيب وصديق كل صديق، الحاج محمد جلال أبو إياد. كذلك أيضا علم الواجب الحاج إبراهيم أبو عيسى العفش. مسكون من رحيق مختوم ختامه مسك. تلاوة قرآنية مباركة اتلو علينا ذلكم العلم القرآني ابن هذا البلد الطيب أهل قرية الدهشنة فضيلة القارئ الشيخ فايز علاء سيد أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون
وجوه يومئذ
ثم ذهب إلى أهله
يحسب
بسم الله الرحمن الرحيم بسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى والذي أخرج سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم. ارحمنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا جلاء همومنا وأحزاننا ومغفرة لذنوبنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لفقيدتنا. اللهم ارحمها وارحمنا. اللهم جعل الأرض عن جنبيها. اللهم يا رب كن معها ولا تكن عليها. اللهم إن كانت محسنة فزد يا رب في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز يا رب عن سيئاتها. اللهم اغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلها من دار الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم اجعل يا رب هذه الليلة هي أحسن لياليها. اللهم اجعل في قبرها نورا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم مد لها في قبرها مد بصرها. اللهم اسقي
شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها ولسائر موتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا الإخوة وإخوة الإيمان بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تدعاها التعاون إلى المولى تبارك وتعالى لفضيلة القارئ الشيخ فايز علاء سيد أحمد، لا تختار هذه الليلة القرآنية التي نقلها لحضراتكم عبر ست إذاعتنا العاملة ومكبرات الصوت المتميزة والأنوار الفضية السرابط المقام بالخارج والذي كمل وجمل تحت إدارة وإشراف كبرى مخازن الفراشة بصاحبها المعلم صابر أبو صبيح والمقيم بقرية التوبة، باسم الشيخ جمال والشيخ محمد والأستاذ تامر أبناء الحاج منير علوان، وباسم آل نجم الكرام باسم الحاج عيسى والحاج محمد نجم وجميع العائلة. خالص شكر كل من أتى لنا مقدما واجب العزاء في فقيدة الأسرة والعائلة، شاكرين واجب العزاء الأخ الحبيب الأستاذ عبد الحكيم عمران شهيد رحمة الله على والده فضيلة القارئ الشيخ عمران شهيد، كما تقدم بخالص شكر الحاج هشام أبو النصر نيابة عن عائلات أبو النصر وأولاد سيف الحطة. اللهم إني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تتقبل منا ما قل في هذا اليوم وفي هذه الليلة هدية منا إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الراحلة الكريمة. تقدم باسم أخي الحبيب الحاج أشرف نجم أستاذ خالد علوان بخالص شكر لحضراتكم جميعا. صور الليلة مهندس حمدي صلاح طهر حميد بالزقازيق. أترك حضراتكم في رعاية الله وأمنه ولا أراكم الله بقيا في دينكم. كان معكم مقدم البرامج الدينية بالإذاعة المصرية والمقيم بكفر أيوب مركز بلبيس محدثكم كمال الغزالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.